السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة، وترحب بكم مرة أخرى في قناة شهوات مغربية اقتصادية وفيديو جديد. واليوم إن شاء الله نشوفوا كيفاش نحضروا فطيرة رمضان، الخضر اللي غنجمدوا بطريقة صحيحة في المجمد، نوجدوها على اتساع، ونشارك معكم بعض الأفكار باش تجمدوا الخضر ديالكم بلا ما تخسر معاكم. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم وفرجه ممتعه. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايكات وبارطاج مع الاحباب والاصدقاء فضلا وليس امرا. واكيد الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نشوف الخضر اللي غنجمدوا وطريقه الاحتفاظ بهم في المجمد بطريقه صحيحه. عندنا هنايا فلافل الوان، عندنا صفراء والحمراء والخضراء، وانتم اللي كنتوفر عندكم تستعملوه. تناخذوها تكون طريه، تكون طازجه بهذا الشكل، ما تكونش لاويه باش تبقى معكم مده طويله في المجمد بلا ما تخسر معكم. هنا عندي انا 4 اشكالات، 4 الالوان، عندي اورنجيه وصفراء وخضراء. بالنسبه للكورجيت حتى هو تناخذوه طري، والجزر هذه هي التقديه اللي تقديت. عندي الكرافس وقزبر ومعدنوس. نستغلوا هذه الفرصه. بالنسبه لهاد الخضره راه ما غالياش في السوق دابا، راه طايح وموجوده ومتوفره بكثره. وهنا واحد الربيطه اللي زي بيناغ، ندوز ان شاء الله نعقموا الخضره ديالنا، وتندوز ان شاء الله نغسلهم، نقعهم في شويه الماء بشويه الخل. ضروري الخضره ديالي تنغسلها بشويه الخل باش نعقمها من المبيدات اللي تتكون فيها والحشرات. ونغسلوا فلافل الالوان بنفس الطريقه حتى هي نعقموها بشويه الخل، ونوضعوها في شي شبكه تستقطر الماء. كنا مزروبين فيها تنديروا شي منيديل ونمسحوها ونقطعوها. نبداو ان شاء الله تنقطعوها بهذا الشكل كما تشوفوا في الصوره. انا هنايا عندي 3 طرق باش غنقطع فلفله. غنحتاج فلفله نقطعها البيتزا، هاد التقطيعه تنقطعها مربعات. نحتاجها في الحشوات اللي هما تكون فيهم تحتاجوا لنا فلفله رقيقه. وراه هاد الفلافل كما قلت لكم راه ما غالينش بزاف في السوق، راه رخاصين بزاف. بالنسبه لي انا شريت الفلفله ب4 دراهم. فلفله صفرا شويه اللي غاليه ب10 دراهم. نعطيكم نشارك معكم هي بعض الاثمنه باش تستغلوا الفرصه وتاخذوها في هذه الايام. ما حتى ما طلع السوق، ما حتى ما جا رمضان وطلع السوق. اذا سارعوا باش تقداو فلافل الوان ومطيشه حتى هي ب3 دراهم. دابا نشاركها ان شاء الله معكم بطريقه جديده ومحترفه، بطريقه اللي تيصوبوها المصانع، مركز طماطم بامتياز. وبعد ما سالينا نتوما تشوفوا الالوان ديالنا ب4، عندنا الصفراء والاورنجيه والخضراء والحمراء. هنا راني قطعت كميه كثيره، انا وريتكم كميه قليله. وهنا تنقطع الفلفله عاوتاني الطواجن. بالنسبه لهذه تنستعملها نحتاجوها في الطواجن، طويجنات. تنقطعها بهذا الشكل اللي غتشوفوا معايا بهذه الطريقه. طويجنات الحوت او طويجنات ديالنا بغينا نزيدو فلفله الوان. بالنسبه لهاد الخضر اللي غنشارك معكم ان شاء الله باش ما ننساش في هذا الفيديو نذكركم بها، كما تنخرجوها تنستعملوها، ما تخليوهاش تذوب معانا ولا فهمت. هاد الفلفله ولا هاد الشيء كله اللي غنشارك معكم في هذا الفيديو تنخرجوها نديروها مباشره في الحشوه او في الطويجين
كل وحده والمن غنستعملوها. ها هو فلافل الوان 3 اشكالات كما تشوفوا في الصوره، الحمراء والاورنجيه والخضراء. الصفراء ما ضفتهاش في الطواجن، ما درتهاش في الطواجن، عندي شويه. بالنسبه لهنايا تنحتاج فلفله دوائر، تنحاولوا ندير دوك الفلفله المعوجه، هي اللي تجي معنا هكا دويورات بهذا الشكل، هي تنحاولوا نرققوا كما تشوفوا في الصوره. تنحاول نرقق، انت ترققوها تجيكم تطيب لكم دغيا، ما تحتاجش طياب بزاف، ما تحتاجش طياب بزاف باش نكونوا نشحروها او نكون نضيفوها في البيتزا ديالنا بهذا الشكل. كما تلاحظوا اللون الاورنجي اللي قلت لكم عندي 4 اشكالات ديال الفلافل الوان. ها الاورنج نحاول ترققوها رقيقه، وتنحاولوا ناخذ الفلفله المعوجه كما تلاحظوا. هذه تجينا في التقطاع زوينه. بالنسبه للدوائر تجي فيها تجي قاده. بالنسبه للفلفله الصفراء حتى هي تنديرها حتى هي بهذا الشكل، تنحاول نرققها، تنحاولوا نرققوها، ولكن حاولوا على يديداتكم باش ما تقيتوهمش بالموس. بالنسبه للفلفله ديالنا الالوان هي هذه، هي 4 اشكال كما قلت لكم، كاينه اورنجيه وصفراء وخضراء وحمراء. بالنسبه للكورشيت تنخليوه يستقطر حتى هو، تنحكوه بهذه الطريقه، طريقه الحشوات. هذه الحشوات هنا الجزر كذلك حتى هو تنحكوه بهذه الطريقه، تنستعملوه في الحشوات. ان شاء الله هاد الحشوات كلهم غنشارك معكم هاد الخضر كلها اللي جمت. وتنقطعوا كما تلاحظوا تنقطعوها مربعات كما تشوفوا. الكورجيت ديالي والجزر تنقطعوه بهذا الشكل، تنحتاجوه للصوبه والشلاضه والعديد الاستعمالات. حتى هاد التقطيعه هاد الكورجيت والجزر تنقطعوا بهذا الشكل. بالنسبه كل واحد تنحشوه في الشاصي ديالو. ربما الجزر تنستعملوه حتى في العصير. وبالنسبه للسبانيغ ديالنا او لي زيبينار تنقطعوهم بهذا الشكل كما تلاحظوا، شويه غلاط، لان ملي تنبغيو نديروهم في الحشوه نديرو في المقله تتولي لنا كميه قليله دغيا تيطيبوا معنا. قطعناهم بهذا الشكل حتى هما تيصبروا في المجمد مده طويله وبطريقه ناجحه 100%. هي هما تنشفوهم من الماء، تنغسلوهم ونخليهم يستقطروا جيدا، ما يبقاش فيهم قطره الماء باش ما تيكحلش معنا في المجمد. بالنسبه كما تلاحظوا تنقطعوا الخضر ديالنا بهذا الشكل، كل حاجه والمن تنحتاجوها، تيوفروا علينا الوقت في ايام رمضان ان شاء الله. تلقاو الحشوات موجودين بطريقه سهله، وتنحاولوا نخرجوا لهم النفس ديالهم جيدا للميكات، ما تنخليهمش منفوخين باش ما تيبقاوش شادين الهواء وما تيشدوناش البلاصه في المجمد. خرج لهم الهواء جيدا. بالنسبه للجزر كما تشوفوا قطعته بهذا الشكل، تنحتاجوا للطويجنات حتى هو. لي زيبينار تنضيفوها في الحشوه، ان شاء الله شي نهار ونشارك معكم الحشوه متى تصلح مع متى تواتى. الكورجيت حتى هو قطعناه بهذا الشكل، او القرعه الخضراء نحتاجوه للطواجن. ويمكن لكم تكتبوا فيهم كل حاجه ومن تصلح. وهاد البلاستيكات راه موجودين بيم، موجودين في الاسواق. وهادو هما الفلافل الالوان اللي شاركت معكم، والجزر والكورجيت، التقطيعات اللي شاركت معكم. وصلنا لنهايه الفيديو.
الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، لي لايكات بارطاج مع الاحباب الاصدقاء فضلا وليس امرا. واكيد الى عجبكم المحتوى فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. الى الفيديو المقبل بحول الله.